الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أفضل ما يتمناه ومن أشرف ما يتمناه الإنسان هو أن يذكره الله. والله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه العزيز أن إذا ذكرناه أنه سيذكرنا، فقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه، وإذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الموسم العظيم وهذا الموسم المبارك حري بكل مؤمن ومؤمنة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة في أوقات فراغه. إنه عبادة سهلة يكسب بها الإنسان الكثير من الحسنات، وترفع له أعلى الدرجات، وترفعه في أعلى الغرفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فعلينا أن نكثر من ذكر الله في هذه الأيام المباركات.